لو بتدوري يا ست الكل على حلا خطير يدوب في التمر وطعمه لذيذ وبيشبه أحلى نغم، أكيد حلا السميد اللي طعمه فريد وبالقشطة الكريمية صار جاهز لرمضان وكمان للعيد من غير فرن ولا حتى بيض ولا جيلاتين. الوصفة هاي أنا متأكدة حتخطف القلب والعين. بطنجرة أو بقلاية على النار بدي أضيف فيها كوبايتين ونص من المية. أنا هنا استخدمت المية لأني راح أستخدم الحليب البودرة، أنت أكيد فيك تستخدمي كوبايتين ونص من الحليب السائل، ونزلت عليهم 3/4 الكوب من الحليب البودرة، تقريبا بطلع عياره لكل كوب 3 معالق كبيرة من الحليب البودرة. حقلبهم هيك على الخفيف وبعد هيك حنزل عليهم بالسكر. عندي أنا هنا كوبايتين من السكر، فيكي تستخدمي من كوباية ونص لعند كوبايتين من السكر، هيك حالاته بتكون جدا ممتازة. كل المكونات هذه أنا بضيفها وأنا لسه عندي الخليط أكيد ما وصل لمرحلة الغليان، وضروري إنك تنتبهي لهاي الخطوة. هالحين بدي أضيف عليه كوبين من السميد اللي أنا استخدمته اللي هو الوسط، مش الناعم البودرة ولا الخشن كتير. أنا نزلت السميد وحنزل هالحين حوالي 6 معالق كبيرة من الكاكاو الغير محلى الخام، وضروري إنك تستخدمي نوعية زاكية عشان تطلع أكيد معاكي الوصفة مظبوطة وزاكية 100%. ببدأ هالحين أحرك كل المكونات سواء بالإسباتيلا أو حتى بالمضرب اليدوي، بيكون أسهل عشان المعروف عن البودرة الكاكاو إنها بتكون إلها تكتلات أو كتل صغيرة، فبتدوب أكيد مع المضرب السلك أحسن. أكيد هذا الخليط ما فيكي تتركيه وتبعدي عنه، بدك تضلك واقفة وتقلبي فيه. راح تلاحظي بعد فترة إنه القوام عندك بدأ يشتد ويتماسك. مش هاي المرحلة أبدا اللي بدنا نوقف فيها، حتى هاي المرحلة برضو مش هي. أنا هنا بضلني أقلب عشان ما ينحرق معايا وحتى يكون كله متجانس مع بعضه. في المرحلة هاي حبيت إني أضيف منكه بسيط عشان يعطينا طعم زاكي، اللي هو معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة. أكيد ممكن إنك تستغني عنه. راح أقلب الفانيليا مع الخليط هذا وحضلني مستمرة في التقليب لحد ما يوصل لقوام كتير تقيل، يكون سهل معايا إني أشكله بإيدي من غير ما يلزق. شايفين كيف بدأت هالحين تتشكل معاي العجينة؟ أنا بدي أصل لهاي المرحلة إنه لو ضغطنا عليها بتتماسك. هيك صار الخليط معانا جاهز، شايفين كيف تقل وصار قوامه. هالحين بدي أحطه على جنب وأبدأ أحضر الصحن اللي بدي أستخدمه، سواء في علبة بلاستيك أو صحن أو حتى فنجان. أي حاجة متوفرة عندك بتقدري تستخدميها. وأكيد عشان المجازفة إنه الخليط هذا ما يلزق في الصحن أو الفنجان أو العلبة اللي أنت بدك تحطيه فيها، بتحطي كيس نايلون زي ما أنت شايفة وبتضيفي فيه من 3 ل4 معالق كبيرة من الخليط أو حسب حجم الصحن اللي أنت راح تستخدميه. أنا هنا استخدمت الخليط وهو لساته سخن، يفضل إنك تسيبيه يصير دافي شوية عشان يكون أسهل في التشكيل، وكمان ما يكون كتير هيك وهو سخن بيصير سهل إنه يتفكك. بغلف القالب اللي أنا مستخدماه بطبقة من خليط الكاكاو والسمين، لكن بدك تكوني هنا منتبهة إنه الطبقة ما تكون كتير رقيقة عشان ما تكون سهل إنها تتفكك معاكي، ولا تكون كتير سميكة عشان تكوني بس بتاكلي طبقة خارجية والحشوة تكون قليلة فيها. إذا حسيتي إنه الخليط شوية بيلزق معاكي ومغلبك، فيك إنك تدهني إيدك بشوية من السيرج أو اللي هو الزيت النباتي وبإيدك تحاولي تشكلي القالب. بعد هيك بدي أحشيه بالقشطة المنزلية، وطريقة القشطة المنزلية هذه نزلت لكم إياها في فيديو قبل هيك، حترك لكم إياها في آخر الفيديو بتقدروا إنكم تشوفوها. طريقة سهلة واقتصادية ومظبوطة أكيد 100%، بتقدر تستخدميها لأغلب الحلويات الرمضانية. بعد ما بحشي كمية كويسة من الحشوة، هحط كمان طبقة من العجينة اللي هي عجينة السميد بالكاكاو، وعلى طول بقلبها في صحن التقديم. حتلاحظي لأنك حطيتي الكيس إنه سهل جدا إنه يطلع الخليط هذا من القالب. حبيت أزينه شوية بالقشطة من فوق، وأكيد بشوية من الشوكولاتة القابلة للدهن. أكيد التزيين هذا إشي اختياري، تزيني باللي انتي بتحبيه. وهيك صارت معنا وصفتنا لليوم جاهزة، طعمها عن جد عن جد خيالي. حبيت بهاي الوصفة إني أطلع شوي عن المألوف والمعروف في الحلويات وأعمل لكم وصفة طعمها ونتيجتها
كتير زاكية. حبايبي بكون أنا هيك وصلت معكم لنهاية الفيديو، بتمنى إنه يكون عجبكم. أكيد ما تنسوا دعم الفيديو باللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوة. صحتين وعافية.